الفيديو اللي فات حكيت لكم عن رحلتي مع ترك الأديان بشكل عام، إنما الفيديو ده مختلف شوية. هنا هشارككم الأسباب اللي خلتني أسيب الإسلام تحديدا، واللي دعمت موقفي أكتر في خروجي من أي دين، وخصوصا الدين اللي اتولدت عليه اللي هو الإسلام. أنا ما اخترتش أكون مسلم، لقيت نفسي كده بالوراثة. اتولدت في مجتمع وأسرة علموني من أول لحظة إن الإسلام هو الدين الحق، وإنه محتكر الحق المطلق، وإن كل الأديان التانية باطلة، وكل فكر غيره ضلال، وإن القرآن كتاب معجزة كامل ما فيهوش غلطة واحدة، ومنزه عن أي غلط أو نقد. بس محدش كان بيقدم أدلة على الكلام ده، كله كان شعارات محفوظة، مواضيع تعابير وتطبيل موروث من جيل لجيل. كل اللي بيدافع عن الإسلام بيستخدم نفس المصادر اللي جاية من الإسلام نفسه، وده لوحده كفيل يخليك تشك. في الفيديو ده هناقش معاكم الأسباب اللي خلتني أشوف إن التفخيم والتعظيم ده مش مبني على منطق، بل على خوف وعادة وموروث. وهنسأل مع بعض ليه ناس كتير من اللي خرجوا من الإسلام بقت شايفة الكلام ده فراغ مش إيمان. ليه لما تبدأ تفكر بعقلك وتدور على الحقيقة من غير خوف بتلاقي إن الصورة مختلفة تماما عن اللي اتزرعت في دماغك وانت صغير. لو انت مهتم بالحقيقة وبتحب تستخدم عقلك، تابع الفيديو ده للآخر، يمكن تكتشف حاجة جديدة، أو يمكن تبتدي تسأل الأسئلة اللي كان ممنوع تسألها زمان. ضبابية نصوص القرآن. القرآن دايما بيتقدم لنا على إنه كتاب فصيح وبلاغي ومعجزة لغوية، وده مش مجرد ادعاء بسيط، ده جوهر الإسلام نفسه. يعني لو القرآن وقع الإسلام كله بيقع معاه. بس أول حاجة هتلاحظها لما تقرأ القرآن سواء كنت مسلم أو لأ، هو إن النص مش واضح، بل في أحيان كتير ضبابي ومربك، ومحتاج دايما ترجمة أو تفسير من مصادر خارجية علشان تفهمه. كل مرة تمسك المصحف وتقرأ بتلاقي نفسك بتسأل يعني إيه الكلام ده؟ مين اللي بيكلم مين؟ إيه السياق؟ ودايما الحل بيكون ارجع لكتب التفسير. طيب لما ترجع للتفاسير هتلاقي فيها نفس المشكلة، تخمين، ترجيحات واجتهادات مختلفة وأحيانا متضاربة. مش دليل على وضوح، بل دليل على ان النص نفسه مش كافي. واللي يأكد ده ان القرآن نفسه بيعترف ان في آيات مش مفهومة في الآية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات. يعني القرآن نفسه بيقول ان في آيات مش واضحة ومفيش حد يعرف معناها غير الله، اللي احنا اصلا محتاجين دليل على وجوده قبل ما نصدق ان الكتاب ده من عنده. طب تعالى ناخد مثل بسيط وسريع. سورة الكوثر 3 آيات بس، ومع كده كلها ضبابية. بيقول إنا أعطيناك الكوثر. مين اللي اتعطى؟ بيتكلم مع مين؟ النص مش موضح. لازم يجي واحد يقولك ده بيكلم النبي محمد، بس ده تفسير خارجي مش من النص نفسه. طيب الكوثر يعني ايه؟ ترجع للتفسير تلاقي مليون رأي. في اللي يقولك الكوثر ده الخير الكتير، وفي يقولك ده نهر في الجنة، وفي يقولك ده الفضل والمكانة. يعني حتى الكلمة نفسها مش مفهومة والكل بيهرج فيها. بعد كده بيقول فصل لربك وانحر. طب مين اللي يصلي وليه؟ وانحر يعني ايه بالظبط؟ اذبح خروف، اعمل عزومة، قدم قربان، ولا حاجة تانية خالص؟ تاني نفس الضبابية. واخر آية بتقول إن شانئك هو الأبتر. يعني ايه اللي بيقرأك ملوش أولاد؟ انت طبعا لو جيت قريت الايه دي لوحدها كده انت شنيكه والابطه مش هتفهم معناها ايه اصلا. لو رجعت للتفسير بقى هيقولك بيقولك ان الشخص اللي بيشين ليك او بيهينك او بيقل ادبه عليك هو اللي ما بيجيبش عيال، يعني ابتر دي ما بيخلفش عيال او عقيم. طب ايه دخل الشتيمه بانه يبقى عقيم؟ وطبعا يبقى شتيمه فجاه كده، وفين القصه اصلا؟ ما فيش سياق، ما فيش توضيح، ما فيش منطق، مفيش حاجه خالص، مش معرفك ايه اللي بيحصل اصلا. النتيجة ان ده كتاب مش واضح، محتاج ترجمات وتأويلات علشان نفهمه، وكل مرة يختلفوا على معناها، وساعات بيبقوا مش فاهمينها اصلا. وده بيضرب في قلب الادعاء ان الكتاب ده معجزة لغوية او من عند اله كامل. لان لو الاله كامل يبقى كتابه لازم يكون كامل وواضح ومش محتاج بشر يخمنوا معانيه او يبرروا غموضه. واللي يوصل للنتيجة دي مش كافر ولا زنديق، ده مجرد شخص استخدم عقله وبدأ يسأل الأسئلة اللي اتقال له طول عمره منه ممنوع يسألها. الأهواء الشخصية في القرآن. من الأسباب اللي خلتني أشك في فكرة الأديان هي إن النصوص دي وصلتنا عن طريق بشر زينا، وإن القرآن نفسه بيأكد إن الناس بتكذب النبي أو مدعي النبوة ده، وبتقول له
إن هذا إلا قول البشر. والرد جاب نبرة دفاعية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني من الآخر القرآن بيقول لنا صدقوني ده مش كلامي، ده كلام الله. طب واحنا المفروض نصدق كده وخلاص؟ طيب ما تيجوا نشوف هل الكلام ده فعلا خالي من الأهواء ولا فيه مصالح شخصية باينة وواضحة. نبدأ بصورة من أغرب الصور وأوضح الأمثلة، صورة المسد، واللي كلها عبارة عن شتيمة في واحد كان على خلاف مع النبي اسمه أبو لهب. الصورة بتقول باختصار: تبت يداه وماله ما نفعهوش وهيروح النار هو ومراته. طب وبعدين ايه القيمة اللي خرجنا بيها كبشرية من شتيمة في واحد مات من أكتر من 1000 سنة؟ ده كأنه بوست واحد غضبان على الفيسبوك، مش كلام إلهي، مش كلام إلهي يخلد. نيجي بعد كده لآية في سورة الأحزاب، النبي بيتكلم فيها مع زوجاته وبيقول لهم: ما تخضعوش بالكلام عشان محدش يطمع فيكم. طب ماشي، دي نصيحة داخلية أسرية، مالها ومال إنها تبقى وحي من السماء؟ ولا هي غيرة شخصية ولا بسيتها طابع ديني؟ واضح جدا إن الغرض منها حماية مدعي النبوة وسمعته، مش إفادة البشرية. وبرضه في نفس السورة في آية تانية بتقول للناس: لو تدعيتوا على أكل عند النبي كلوا وامشوا بسرعة، ما تقعدوش تهزروا وتتكلموا لأن ده بيضايقه. واللطيف هنا إن الآية بتقول إنه كان بيستحي يقول لهم امشوا، فربنا قالها مكانه. يعني الراجل كان محرج فجاب ربنا يتكلم بداله. ده مش وحي، ده أقرب لخدمة علاقات عامة بالشكل ده. ونكمل بآية من سورة المجادلة بتقول: لو هتكلموا النبي على انفراد انفعوا صدقة قبلها. ودي بصراحة عبقرية، لأنه مش بس قلل الزحمة اللي عنده، ده كمان بقى بياخد مقابل مادي من الناس اللي عايزة تستشيره، يعني لقاء VIP بس على طريقة نبوية. وطبعا نرجع لآية الأحزاب وآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. باختصار ربنا كده اداله استثناء إن يجوز ليه عدد غير محدود من الستات، ولو واحدة قالت له أنا وهبت نفسي ليك فده مسموح، بس ليه هو بس، مش لباقي المؤمنين. يعني استثناء جنسي واضح وصريح مش محتاج حتى تأويل. في سورة النساء بتقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني طاعته تساوي طاعة ربنا، فلو اختلفت مع النبي انت كده ضد الله نفسه، يعني سلطة مطلقة مغلفة بغلاف ديني مقدس. ولما تبص على كل الآيات دي مع بعض هنلاحظ نمط واضح: في شخص واحد بيستفيد من الكلام ده، وهو صاحب الادعاء نفسه، سواء بخصوصيات أو فلوس أو ستات أو سلطة أو حتى منع النقد عنه. وده كله بيتم تقديمه على إنه وحي من فوق 7 سماوات. فهل ده فعلا وحي نازل لهداية البشر ولا نصوص متفصلة على مقاس شخص واحد؟ ولو ده كله بيصب في مصلحة شخص واحد بس، يبقى فين الحياد؟ فين النقاء؟ فين الرسالة العامة للبشرية؟ ولا احنا بنتعامل مع دين شخص جدا وبيحاول يتقدم للناس على انه حاجة كونية؟ المراوغة في نصوص القرآن. هنلاحظ ان القرآن بيستخدم اسلوب المراوغة في كتير من الاسئلة اللي بتتوجه له وفي الردود بتاعته. هنلاقي في بعض المواقف الحساسة بيكون غامض ومراوغ وبيتجنب الإجابة المباشرة فيها. تعالوا ناخد أمثلة ونحللها. في عندك الآية اللي بتتكلم عن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الرد هنا بيجي على سؤال مباشر: ما هي الروح؟ لكن الإجابة مش بتجاوب فعليا، بدل ما تشرح بتتحول لموقف دفاعي: دي حاجة ربانية وانتوا أصلا ما تعرفوش كتير. الأسلوب هنا بيعتمد على المراوغة عن طريق رفع السؤال لمستوى فوق قدرة البشر وبيتجنب الرد التفصيلي. في برضو آيات في القرآن فيها ناس بيتكلموا مع مدعي النبوة وبيطلبوا منه إن هو يجيب لهم آية أو معجزة. في آية بتقول: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الناس هنا بتطلب منه آية أو دليل ملموس، والرد: الغيب عند ربنا فاستنوا وأنا هستنى معاكم. يعني بدل ما يقدم برهان، النص بيحيل الطلب لإرادة الله وبيطلب الانتظار. وهنا بيظهر نوع من التلاعب، وكأن الكاتب بيحاول يخلي موقف الضعف اللي هو فيه إلى موقف صبر وثقة، رغم إن المضمون ما فيهوش إجابة حقيقية.
في آية بتسأل عن الساعة، فالرد جاب الإحالة للغيب المطلق. الآية بتقول: يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي. برضه سؤال مباشر، والرد محدش يعرف غير ربنا. وده بقى أسلوب السياق الديني دايما، هو إنه يحيل الردود لحاجة غيبية، وده أي مثال على تفادي الإجابة وعدم تقديم أي معلومة مع الاكتفاء بإلقاء العبء على عالم الغيب. في برضه من الآيات اللي بتتكلم عن طلب المعجزات الآية المشهورة اللي بتقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. دلوقتي الناس كانت بتطلب منه آيات أو معجزات حسية زي ما حصل مع الأنبياء السابقين حسب ما بيدعي في القرآن نفسه، لكن الرد هنا مش بس رفض، ده تبرير الرفض كمان. بيقول إن السبب إن اللي قبلكم كذبوا بيها، فمش هنكرر نفس الغلط تاني. تخيل كده مثلا تروح لمطعم وتقول لهم: ينفع أشوف المنيو؟ فيردوا يقولوا لك: للأسف زباين قبل كده طلبوا المنيو وما كانش عاجبهم، فاحنا بطلنا نوريه لحد. الرد هنا بيحمل نوع من المنطق الدائري، مش هنديكم دليل علشان اللي خدوا قبل كده مصدقوش. وده بيطرح سؤال فلسفي: هل الحقيقة بتتوقف عن الظهور علشان بعض الناس أنكروا وجودها، ولا هي المفروض تفضل موجودة كحق ثابت مهما كان استقبال الناس ليها؟ في عندك برضو الآية اللي بتتكلم عن عدد أصحاب أهل الكهف. الآية بتقول: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم وما يعلمهم إلا قليلا. الموقف هنا إيه؟ الناس بتسأل كم واحد كانوا أصحاب الكهف، والإجابة بتيجي فيها استعراض الآراء المنتشرة، وبعدين في الآخر قل ربي أعلم بعدتهم. يعني بعد كل الجدل ده والآراء المختلفة اللي استعرضتها، النص بقى بيقول في الرد النهائي إيه؟ مفيش حد يعرف عددهم غير ربنا. طب ده بيخلينا نسأل: طب ليه المقدمة الطويلة دي؟ لو الهدف مش التوضيح، يبقى ليه نفتح موضوع مفيش نية نجاوب عليه؟ ما من الآخر يا كان جاوب وقال العدد ان الموضوع مش صعب، يعني كان خبط أي عدد ونهى الموقف، أو يا إما قال لك مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده، إن الموضوع ده مش مهم. لكن الطريقة اللي هو جاوب بيها دي فيها مراوغة، وتبين إن اللي كاتب الكلام ده شخص بشري محتار مش عارف يقول إيه. يعني إحنا دلوقتي عندنا نصوص منقولة لينا عن طريق شخص بشري بيدعي إنه نبي، وهذا الشخص كمان غير إنه الادعاء بتاعه ادعاء غريب، مراوغ في إجاباته، مش عارف يجاوب على الأسئلة اللي بتوجه ليه وبيراوغ فيها. فهل بعد الكلام ده، هل أنت ما عندكش أي شك إن ممكن الكلام ده ما يكونش من عند ربنا؟ فكر فيها بشكل منطقي وعقلاني شوية. عندك دلوقتي شخص بشري بيدعي ادعاء إنه نبي، يعني ادعاء قوي قوي، مش ادعاء سهل إن حد يقوله، وبرغم الادعاء ده مش عارف يجاوب على أي أسئلة، بيراوغ في الإجابات. التناقض في القرآن. من أكتر الحاجات اللي دايما المسلمين بيأكدوا عليها إن القرآن كتاب إلهي منزه عن أي خطأ أو تناقض، وده لأن التناقض معناه التردد والتخبط، والحاجات دي صفات بشرية ما ينفعش بأي حال من الأحوال تنتسب لإله كامل وعظيم. والقرآن نفسه بيأكد على الفكرة دي وبيقدمها كدليل على إنه من عند ربنا في الآية اللي بتقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني باختصار القرآن نفسه بيقول لو لقيت فيه اختلاف أو تناقض يبقى مش من عند ربنا. بس الغريب بقى إننا لما نبدأ نتدبر الآيات دي بنلاقي إن في تناقضات واضحة، مش بس اختلافا كثيرا. وده برضو في حد ذاته تعبير خاطئ، لأن حتى لو في اختلاف قليل ده كفاية إنه يهز فكرة الكمال الإلهي للكتاب. تعالوا نبص على كم مثال بسرعة. في آيات بتتكلم عن التبديل في كلام الله، فهي بتقول: لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الآية دي بتقول بصراحة إن كلام ربنا ما ينفعش يتغير. لكن في آية تانية بنلاقي: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. يعني في آيات ربنا بدلها بحسب الكلام اللي في الآية دي. طب إزاي الكلام ما بيتبدلش وبعدين بيتبدل؟ ده تناقض واضح ومباشر ومش محتاج تأويل ولا تفسير مطاط. في برضه تناقض في موضوع مسألة بتخص النسيان. في عندك آية في سورة الأعلى بتقول: سنقرئك فلا تنسى. واضح جدا إن ربنا بيقول إنه هيقرأ على مدعي النبوة ده بعض الآيات، وإنه مش المفروض ما ينساش. لكن في الآية اللي بعدها على طول بيقول: إلا ما شاء الله. يعني ربنا ممكن يخليه ينسى.
طب ليه الاول بيقول له مش هتنسى وبعدين يقول الا لو انا عايزك تنسى؟ طب ما كده الموضوع مش في ايده، ده في ايدك انت. يبقى توصيته ملهاش اي لازمه واي معنى، لان النسيان بمشيئتك انت مش بمشيئته هو، وده تناقض غريب ومربك. في عندك آية برضو بتتكلم على قدرة المسلمين في القتال. الآية بتقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. يعني بحسب الآية دي لو عملت الحسبة دي، يعني قصده إن المسلم الواحد يقدر يغلب 10 كفار لوحده. وده طبعا تصور بطولي جامد قوي شبه أفلام الأكشن. بس بعدها على طول آية تانية بتقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني دلوقتي الحسبة اتغيرت، بدل الواحد ما كان يقدر يغلب 10 بقى يقدر يغلب 2 بس. طب ايه اللي حصل؟ هو ربنا كان فاكرهم أقوياء وبعدين اكتشف ان فيهم ضعف؟ طب ما هو المفروض انه عليم بكل حاجة من الأول، ما ينفعش تقول دلوقتي عرفت انكم ضعفاء، لأن ده معناه انه ما كانش عارف قبل كده، وده تناقض كبير جدا مع صفات الإله. وده طبعا غير ان الحكم نفسه اتغير من 10 ل2، وده في حد ذاته تناقض في التشريع، وكأنه بيجرب وبيشوف النتيجة وبيعدل بناء على الواقع، وده سلوك بشري مش إلهي. دلوقتي القرآن بنفسه حتى يرمي الحكم على انه من عند ربنا او لأ، وقال لو في اختلاف يبقى مش من عند الله. ولما بندور بنلاقي مش بس اختلافات، دي تناقضات صريحة في النص، في الأحكام وفي المفاهيم. وده يقودنا لاستنتاج منطقي ان الكتاب ده مش من عند إله، لكنه عمل بشري مليان تردد وتجربة وخيال وارتباك. الأخطاء العلمية في القرآن. في القرآن هنلاقي ان في مجموعة آيات فيها تفسيرات الكون، لكنها بتصطدم بشكل مباشر مع العلم الحديث. هنلاقي مثلا ان في آيات بتوصف السماء كأنها سقف بيت. في آية بتقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وفي آية تانية: الله الذي رفع السماوات بغير عمى ترونها. وفي آية تالتة: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. واضح إن زمان كان في تصور عن السماء إنها سقف خشبي كبير، وإن علينا نقول سبحان الله لأن مش على دماغنا. بس العلم بيقول إن السماء دي مش حاجة مادية ولا هي سقف، ده مجرد الفضاء الكوني المفتوح بلا نهاية. والسماء أصلا لا بتقع ولا هتنزل على حاجة، لأن السماء أصلا مش جسم صلب مادي، دي مجموعة من الغازات. واللي بنشوفه فوق السماء ده مجرد فراغ كوني، مفيش شيء أصلا، مفيش حاجة اسمها سماء، مفيش حاجة اسمها جسم صلب ترونه بعيونكم اسمه السماء. ده تصور بشري بدائي ساذج. في عندك آيات عندها تصور ساذج وعبيط للشهب، بتوصف الشهب كأنها سلاح جوي ضد الشياطين. عندك الآية بتقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ففي وقت كانت الناس بتشوف فيه ان الشهب دي او الاجسام الطايره ديت مجرد زينه في السماء، عباره زي لمض مثلا كده. بس الحقيقه العلميه بتقول ان الشهب مجرد صخور او جزيئات صغيره بتدخل الغلاف الجوي وبتتحرق بسبب الاحتكاك، والشياطين ملهاش اي علاقه بموضوع الشهب ده نهائي. والتصور القرآني الساذج هنا بيصور الشهب دي كأنها مجرد زلط أو طوب مثلا. ده الشهب دي في منها أجسام ضخمة ممكن تبقى أكبر من الكواكب نفسها، فالشهب إيه دي اللي هتضرب شياطين؟ ودي ليها مسار محدد ماشية فيه على حسب الجاذبية وحسب المدار اللي بتخش فيه. إيه علاقة الشيطان بالكلام ده؟ ويعني إيه شيطان يتضرب بشهب أصلا؟ هو الشيطان ده عامل إيه التكوين الجسماني للشيطان ده عشان ينفع يتضرب بحاجة زي شهاب أساسا؟ باين إن الكلام ده كلام فارغ وتصور بدائي طفولي ساذج. المهازل العلمية اللي مذكورة في القرآن برضو إن القرآن بيعتقد إن التفكير بيتم عن طريق القلب مش الدماغ. فهي بتقول: لهم قلوب لا يفقهون بها. المفروض إن عملية التفكير أو الفهم بتحصل في الدماغ مش القلب. القلب ده مجرد عضو شغله الأساسي هو ضخ الدم، مش تحليل فلسفي ولا اتخاذ قرارات. لكن القرآن بياخد إن القلب هو مركز الفهم والفقه والإدراك، وده طبعا غلط تماما. لان هما زمان كان تقريبا اللي بيحصل ايه، انت مثلا كنت بتيجي بتحس بالخوف او القلق او التوتر، بتبدا مثلا نبضات قلبك تزيد، فتبدا تحس ان قلبك ده بنغزه في قلبك كده. فالتصور ده ادى للناس في الزمن ده انطباع ان القلب نفسه هو اللي بيقوم بعمليه التفكير والاحساس والكلام ده كله.
لكن في الحقيقة الكلام ده مش واقعي، هو مجرد اللي بيحصل ده تأثير على القلب نتيجة عملية التفكير اللي بتتم في المخ. فده كان تصور بدائي ساذج جوه كمان. دي كانت مجرد أمثلة بسيطة على بعض الأخطاء العلمية الموجودة في القرآن، وعلى فكرة القرآن مليان أخطاء علمية كتير. أنا هنا كنت بقول على شوية أمثلة فقط، أمثلة بسيطة. وده طبعا بيأكد إن الكتاب ده مش من عند الله، لأن لو الكتاب ده من عند الله المفروض الله ده هو اللي خلق الكون والكائنات الحية وكل شيء، فالمفروض يبقى فاهم طبيعة كل حاجة الفهم الصح. لو أنت بتقول كلام متعارض مع العلم، متعارض مع الحقيقة وفيه أخطاء، يبقى الكلام ده ببساطة مش من عند الله، من عند البشر. العنصرية والتمييز في الإسلام. من أهم القيم اللي بتقوم عليها المجتمعات الحديثة هي المساواة بين البشر بغض النظر عن الدين أو اللون أو الأصل. لكن لما بنقرأ القرآن بتمعن بنلاحظ وجود نصوص بتفرق بوضوح بين المسلمين وغير المسلمين، وده بيفتح الباب لأسئلة كبيرة حوالين مفهوم المساواة في الإسلام، وهل هو فعلا شامل ولا بيقتصر على جماعة المؤمنين فقط. التمييز بيبدأ في الفكرة الأساسية في القرآن اللي بتوصف المسلمين إنهم خير أمة، زي الآية اللي بتقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. والآية دي بتدي شعور بالتفوق الأخلاقي والديني على باقي الناس لمجرد الانتماء الديني، مش بالضرورة بالأفعال أو الأخلاق. في كمان آيات بتتعامل مع غير المسلمين بشكل أقل احتراما، زي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. الآية دي بتوصف غير المؤمنين إنهم شر الدواب، وده تعبير عنيف وغير إنساني، خصوصا لما نربطه بفكرة إن الدين نازل للناس كلهم مش لفئة معينة. في آية مشهورة جدا بتقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم. الآية دي بتحذر المسلمين من اتخاذ اليهود والمسيحيين كأصدقاء أو حلفاء، وده بيساهم في تعزيز فكرة العزلة والانفصال عن باقي البشر لمجرد اختلافهم في العقيدة. هنلاقي في سياق تاني في آية بتقول أفنجعل المجرمين كالمؤمنين ما لكم كيف تحكمون. والآية دي بتميز تمييز قاطع بين المؤمن والمجرم. لكن المثير للتساؤل هنا إن مفهوم المجرم في السياق القرآني مش دايما معناه الشخص اللي ارتكب جريمة قانونية أو أخلاقية، بل في أغلب الوقت ده لفظ بيستخدم لوصف غير المؤمنين بس. يعني أنت مجرد إن أنت مش مؤمن فده بيتم وصفك كأنك مجرم لمجرد عدم إيمانهم بالرسالة، حتى لو كانوا ناس أخلاقيين ومسالمين. وده بيقودنا لفكرة خطيرة إن الإيمان الديني في النص القرآني هو المعيار الأساسي للحكم على الناس، مش أفعالهم أو أخلاقهم. وده بيخلق نوع من التصنيف العنصري اللي بيستثني غير المسلمين من مرتبة الخير أو الصلاح حتى لو كانوا أكثر إنسانية أو رحمة. في المقابل بنلاقي مدح وتفضيل واضح للمؤمنين، زي إنما المؤمنون أخوة، وكأن الأخوة والرحمة متاحة فقط داخل الدائرة الإسلامية، أما اللي بره فملهمش نفس المعاملة. النظرة دي بتأسس لفكرة نحن ضدهم، وبتخلق حاجز نفسي وأخلاقي بين المسلمين وغير المسلمين، وده ممكن يقود لسلوك عنصري حتى لو كان مقنع بخطأ ديني. انتشار الإسلام عن طريق الحروب والغزوات. من اللحظات الفاصلة في خروجي من الإسلام كانت لما بدأت أفكر بجدية في الطريقة اللي انتشر بيها الدين في بداياته. كنت دايما أسمع إنه دين سلام، لكن لما رجعت أقرأ التاريخ والقرآن بنفسي اكتشفت إن التوسع الإسلامي في القرون الأولى كان بيعتمد بشكل كبير على الغزو والفتوحات، مش على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. في عندك آيات بتقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي آية تانية بتقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره. الآيات دي مش بتتكلم عن دفاع عن النفس، دي بتؤمر بالهجوم وقتال كل من لا يؤمن لمجرد الاختلاف في العقيدة. ساعتها بدأت أسأل نفسي، طب ليه إله يفترض إنه قادر على كل شيء ومطلق القوة والحكمة يحتاج يرسل شوية بشر عشان يقاتلوا ناس تانية وينشروا دينه بالسيف؟ لو كان الهدف نشر الحق والخير، مش المفروض ده يتم بالرحمة والمحبة والإقناع، مش بالدم والسيوف والقتل؟ الغريب إن بدل ما يكون الدين ده وسيلة لنشر الخير والتعاون بين البشر، كان سبب في حروب وصراعات وكوارث دموية عبر التاريخ، من أول الغزوات لحد الحروب الأهلية والعمليات الإرهابية اللي بتحصل لحد النهاردة. وقتها حسيت إن الكلام ده مش جاي من إله رحيم وعادل، لكن من شخص بشري عنده مشروع سياسي وعسكري هدفه التوسع والسيطرة، مش الهداية والرحمة. فكرة إنك تفرض عقيدة معينة على الناس بالقوة وتسني ليهم شرائع قاسية، ده كله خلاني أشك بجدية إن ده مش وحي إلهي.
الحدود الإسلامية. لما كنت مسلم كان الإسلام بالنسبة لي مجرد عقيدة روحية فيها شوية طقوس، شوية إيمان، شوية غيبيات، حاجة كده بيني وبين ربنا. لكن الحقيقة اللي اكتشفتها بعد كده شوية بشوية إن الإسلام مش مجرد دين، دي منظومة تشريعية كاملة بتدعي إنها جاية من عند الله، وبتطالب البشر بالخضوع ليها بشكل أعمى حتى لو كانت قوانينها عنيفة إجرامية لا تمت للرحمة أو العقل بصلة. تعالوا نبص على شوية من الحدود الإسلامية دي كمثال واللي بتتقدم لينا على إنها قوانين إلهية مقدسة. في عندك قطع اليد، بتقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبه نكالا من الله. لو سرق يبقى نقطع إيده ونعمل فيه عاهة مستديمة، مش مهم بقى يغور في داهية. مفيش تحقيق ظروف ولا اعتبار للفقر ولا أي رحمة، القانون الإلهي قال كده يبقى نقطع وخلاص. في عندك برضو الجلد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يعني بدل ما نفهم ليه الناس بتمارس الجنس ويعني ايه جنس اصلا وايه المفهوم ورا موضوع الجنس ده وايه علاقته بالزواج وفكرة الزواج دي اتعملت ازاي، يعني نفهم الموضوع ده من منظوم علمي. لا، احنا نجلد الناس في الساحة كأننا قاعدين في سيرك ونعذب فيهم لان الجلد ده تعذيب، ونبقى همج ونقول ده قانون إلهي. في عندك برضو حاجة أسوأ من ده، الرجم حتى الموت. والرجم ده مذكور في حديث مشهور عن مدعي النبوة لما رجم امرأة بعد ما اعترفت ليه بالزنا. يعني هما بيسموا الجنس، ممارسة الجنس خارج المنظومة اللي اسمها جواز دي، بيطلقوا عليها مصطلح زنا. المهم بيقول انها تابت بس رجموها برضو، فده بيسمى عدل إلهي، يعني تابت بس برضو نرجم مش مهم. وده هو العدل الإلهي من المنظور الإسلامي طبعا. وهنا بقى بنوصل لجوهر المشكلة، مش بس ان التشريعات دي عنيفة ولا ان تنفيذها فيه قوة ووحشية، لكن الأكثر رعبا هو ان المسلمين بيعتبروا القوانين دي مقدسة لانها جاية من كائن غيبي اسمه الله، وبالتالي هي فوق النقد، فوق النقاش، فوق التقييم الإنساني. وده في حد ذاته خطر كبير، انك تلغي إنسانيتك وعقلك لمجرد انك صدقت ان ربك أمر بحاجة حتى لو كانت حاجة إجرامية. الجحيم والعذاب الأبدي في الإسلام. لما كنت مسلم كنت متخيل ان ربنا رحيم غفور ودود، بس لما فتحت المصحف وفكرت شوية اكتشفت ان الرحيم ده عنده خطط مرعبة للناس اللي اختلفوا معاه او ببساطة ما امنوش بالكلام المكتوب في الكتاب ده اللي اسمه القرآن. وده مش عقاب مؤقت، لا ده عذاب ابدي الى ما لا نهاية. يعني مفيش اعادة تأهيل، مفيش فرصة تانية، مفيش نهاية للمعاناة. القرآن مليان آيات بتوصف العذاب الأبدي بطريقة لو اتعرضت في فيلم رعب ممكن الرقابة تمنعه. من الآيات الكتير قوي اللي بتتكلم في العذاب، في عندك الآية اللي بتقول: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني لما جلدهم يتحرق ويتفحم ربنا هيبدل لهم جلدهم ده بجلد جديد عشان الحفلة تكمل وعشان يفضلوا يذوقوا العذاب للأبد. فده مش مجرد عقاب، ده سادية مقدسة. بيقول برضو: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يعني تحاول تهرب، لا يا معلم ارجع، العذاب لسه مخلص، ويلكم باك. وبرضو مذكور بيقول: خالدين فيها أبدا، ودي اتذكرت كتير قوي. يعني ده مجرد عذاب لا نهائي ملوش نهاية، وده لمجرد انك ما صدقتش شوية كلام فارغ او اختلفت فكريا. والسؤال هنا، ازاي اله بيقول عن نفسه انه الرحمن الرحيم يقرر يحرق ناس للأبد؟ يعني لو حد في الدنيا عمل جريمة بياخد حكم 10 سنين 20 سنة حتى لو مؤبد، لكن في الإسلام لو فكرت غلط تاخد عذاب نهائي مالوش نهاية خالد فيها. في مناهج في القانون بنلاقي ان فكرة العقوبة بتتناسب مع الجرم، انما في الإسلام مفيش تناسب نهائي، في قسوة مطلقة وبتتقدم على ان ده عدل إلهي كمان. والأغرب انك كشخص مسلم مطلوب منك تبقى مبسوط ان في ناس تانية هتتعذب للأبد، والقرآن بيخليك تبص لفكرة العذاب دي كأنها حفلة أو مهرجان، مع إنها معاناة وقسوة. السردية الإسلامية معتمدة على شخص بشري واحد فقط. لما تفكر شوية بهدوء هتكتشف إن جوهر الإسلام بالكامل قائم على شخص بشري، ومش على أي شخص بشري، على راوي واحد كمان، شخص واحد فقط.
اسمه محمد بن عبد الله، وده راعي غنم من شبه الجزيرة العربية من أكتر من 1400 سنة، وده بحسب الروايات الإسلامية طبعا. بيقول لك فجأة إنه جاله وحي من كائن خارق اسمه الله، وكلفه إنه ينقل للعالم رسالة معينة. كل النصوص اللي بيقدسها المسلمين سواء كانت قرآن أو حديث مصدرها هذا الرجل فقط، مفيش نسخة تانية، مفيش تسجيل صوتي، مفيش شاهد محايد حضر الموقف وقال فعلا شفت الوحي نازل، ولا حتى تقرير رسمي من جبريل ولا ملايكة ولا أي حاجة. مفيش بس غير شخص واحد بيحكي حكاية، وكل المطلوب من البشرية إنها تصدقه خلاص. والمسلمين حاطين هالة كبيرة من التقديس للشخص ده، ونوع كبير من الحصانة، مع إنهم لا شافوه ولا عاشوا معاه ولا يعرفوا شكله ولا سمعوا صوته، مجرد حواديت وحكاية بتتحكى لهم. ورغم كده عندهم اعتقاد بصدقه المطلق إن الشخص ده عمره ما يكذب. معرفش جابوا الثقة دي منين، أي كلام وخلاص. أما عن الوحي اللي مدعي النبوة ده بيدعيه، فده كمان مصطلح غامض عايم لا يمكن التحقق منه بأي شكل. يعني لو أنا النهاردة صحيت وقلت جالي وحي من كائن نوراني وطلب مني أبلغكم رسالة مقدسة، الناس هتقول عليا يا إما مجنون أو نصاب. لكن لما مدعي النبوة اللي اسمه محمد ده قالها من 14 قرن، بقت حقيقة مطلقة، وأي محاولة للتساؤل تعتبر كفر وتهدد أمن المجتمع، يمكن توديك النار للأبد كمان بحسب المعتقد اللي هما بيعتقدوه. واللي يزود الطين بلة إن مفاهيم الوحي والنبوة دي مش جديدة، دي مأخوذة من ديانات أقدم زي الزرادشتية واليهودية. يعني الراجل مش بس ادعى إنه نبي، لأ ده أخد أفكار قديمة ولبسها لبس جديد، وطلب من الناس تسجد للفكرة دي باعتبارها وحي من السماء. وبالرغم من إن المنظومة دي كلها مبنية على ادعاء شخص واحد لا يمكن التحقق منه، ملايين الناس بيصدقوها كأنها حقيقة علمية مثبتة. ولو جربت تسأل أو اتجرأت وتقول هو إزاي عرف إن ده وحي مش هلوسة، هتلاقي الإجابة المعتادة: إزاي تجرؤ تشك؟ ده النبي. أي كلام فارغ وخلاص. طيب لو حد تاني النهاردة قال إنه النبي من عند الله، أكيد محدش هيصدقه وهيقول عليه مجنون. بس لما الكلام يجي من التراث يتحول لمقدس لا يمس، حتى لما فيهوش ذرة دليل واحدة. في النهاية لما تبني منظومة دينية كاملة على كلمة شخص واحد فقط بدون أي دليل مادي، فأنت مش داخل دين، أنت داخل حلقة بتقول صدق أو لا تصدق، لكن للأسف ممنوع تختار لا تصدق. خروجي من الإسلام ما كانش قرار سهل خالص. وده ليه؟ علشان احنا اتربينا في مجتمع بيخلي مجرد التفكير خارج الصندوق جريمة، وبيعلمك من وانت صغير ان الشك حرام، وانك لازم تمشي ورا القطيع من غير ما تسأل. بس انا قررت اني مش عايش في قفص فكري علشان بس ما زعلش الناس او اكون زيهم. انا كنت مسلم مش بارادتي، لكن علشان اتولدت كده. بس في لحظة ما بدأت اسأل نفسي هو انا فعلا مقتنع؟ وبدأت ادور واقرأ واحلل وافكر بعقلي مش بعقل غيري. ومع الوقت وصلت للقناعة ان الاسلام وكل الاديان عموما مش حاجة منطقية ولا تستحق الايمان. لقيت انها مليانة تناقضات واساطير وحاجات ضد العقل والرحمة والحرية. انا مش طالع هاجم حد ومش بكره المسلمين، بالعكس انا بس بطلب في حقي في اني افكر واسأل واقرر بنفسي. اي عقيدة حقيقية المفروض تكون اقوى من الاسئلة، مش تهرب منها. ولو الإسلام فعلا هو الحق المطلق زي ما بيتقال، يبقى لازم يصمد قدام النقد، مش يتكسر أول ما نسأله ليه أو إزاي. بس للأسف كل ما تسأل أو تناقش يرد عليك بإنك كافر أو إنك بتهاجم الدين أو إنه حتى يستباح دمك، وكأن مجرد إنك استخدمت عقلك بقى خطر على المجتمع. في الآخر الإيمان أو اللا إيمان ده قرار شخصي جدا، كل واحد حر يؤمن أو لأ. لكن انك تفرض دينك او قناعاتك على غيرك ده مش دعوة، ده نوع من انواع الارهاب الفكري، مش هجيب غير الخوف والكبت والتدمير النفسي. انا اخترت اعيش بصدق مع نفسي حتى لو ده هيزعل ناس، لان الحقيقة بالنسبة لي اهم من رضا المجتمع. ولو في رب فعلا اكيد هيقدر الصدق والسعي وحرية التفكير اكتر من الطاعة العمياء.